السلام عليكم. انا مامي لاول مره ومش عارفه اتعامل ازاي مع الحر. تعالي اقول لك هتعملي ايه. البيبي دون بصي زي على ما تعوديه. يعني ايه؟ يعني زي ما هتعودي ابنك يقعد في تكييف، هيتعود ان هو يقعد في التكييف عادي، مش هيعيا ومش هيجرى له اي حاجه. هتعوديه ان لازم اقفل المروحه وانت خارج من الحمام عشان ما تاخدش برد يا حبيبي. هو هيتعود على كده وهيمشي معاكي على كده. ابنك درجة حرارته نفس درجة حرارتك، يعني اللي حضرتك حاسة بيه هو حاسس بيه. يعني لو حضرتك حاسة ان درجة الحرارة 40 وهموت من الحر وقرفانة وزهقانة وحرانة وكل حاجة، هو نفس درجة الحرارة او اقل منك درجة او درجتين بالكتير قوي. انما مش انتي حاسة درجة الحرارة 40 وهو حاسس ان الدنيا تلج و17 تحت الصفر ولازم تلبسيني 100 حاجة عشان معيش وعشان مبردش. طيب احمل بيبي قد ايه؟ تحمل بيبي مرة يوميا اقل حاجة. ممكن مرة الصبح ومرة بالليل، بس لو هتحميه مرة بس خلي المرة دي مع الفترة اللي عايزاه ينام فيها فترة نوم اطول. كمان البيبي في الحر بيلبس اقطان اقطان اقطان، بس ما تحاوليش تدخلي اي مادة تاني. لازم تكون كل الحاجات اللي لابسها قطن، وما تقليش في اللبس. يا اما سلوبة القط للكباسين عشان يمسك البامبرز. لو هتقعديه في التكييف يبقى فوق السلوبة دون حاجة تكون قطن